هلو، النهاردة لحد 9 نوفمبر، وفي حاجة خطرت على بالي، وهي ان انا لقيت فايدة للإمبوستر سيندروم. لقيت يعني قصدي حالة in which imposter syndrome would be healthy. يعني ايه الكلام ده؟ اول حاجة نبتدي ب defining imposter syndrome. لو حد مش عارف يعني ايه، لو سمحت يعمل جوجل سيرش، عشان مش او خلينا انا اقول. حاضر مش هضايقكم. imposter syndrome بالعربي اهو: متلازمة المحتال. ايه ده؟ مش محتال، ظاهرة نفسية تتضمن شعور الشخص بأنه مخادع او محتال. ايه ده؟ لا مش ده. لحظة واحدة يا جماعة. imposter syndrome يعني واحد حاسس انه he's not doing enough خالص، انه whatever I do it's not enough whatever. فاهمين؟ وهي دوامة، هي vicious cycle واحساس وحش. الشعور بالدونية: يميل الشخص إلى التقليل من شأن مهاراته وكفاءاته. هو ده اللي أنا بتكلم عليه. الاعتقاد بالحظ: يعتقد أن النجاحات ما هي إلا نتيجة للصدفة أو الظروف الخارجية، وليس نتيجة لجهده وقدراته. This is so true. الخوف من الكشف: يشعر بخوف دائم من أن يتم كشفه باعتباره مخادعا أمام الآخرين. اوكي، كان بيتكلم ان هو بيحس ان هو مخادع في الناحية دي عشان هو بس مجهوده غير كافي. طيب انا اعتقد ان ده افوارة برضو في حتة الامبوستر. انا كنت بتكلم على حتة ايه، ان بس واحد حاسس ان whatever he does is not enough. ودي حاجة دي بحسها ان احنا يعني اي حد perfectionist بيحسها، واي حد طبيعي حتى لو حد مش perfectionist، عشان الترم ده بقى منتشر قوي وهو مش كول على فكرة. هو حاجة يعني بتعذب الشخص. صاحب الشخصية البرفكشنست بيكون هو نفسه اكتر واحد متعذب منها، فمش حاجة حلوة. يعني لو حد بيقعد يقول انا اصلا برفكشنست، انا ممكن احيانا بحاول ما اقولش الجملة دي بجد، بس هو انا فعلا كده. اي طالب طب بحسه كده يعني، الا من رحم ربي. يعني المهم، ف الامبوستر ده بحس انه عادي ممكن شخص مش perfectionist يحس بيه في حاجات معينة، في حاجات ايه، في areas معينة في حياته. يعني حاجة مثلا area معينة هو ضعيف فيها مثلا، تمام. مجال area as المجال، تمام. مجال هو ضعيف فيه، فيحس ايه ده، انا امبوستر قوي في الحتة دي. يعني دايما مهما عنده نقطة ضعف في الحتة دي، وممكن actually يبقى نقطة ضعف حقيقية، يعني هو فعلا what he's doing is not enough، بس دي حاجة تانية، ده كده مش imposter. المهم، فايه لكن غير كده لا، عادي. لو حد بيحس كده في كل حاجة، فهي ده الشخص اللي فعلا عنده الامبوستر قوي. او ده بتعريفي انا، تمام. ده تعريف مين؟ جانا. المهم، ننتقل الى البوينت الاساسية، وهي امتى يكون امبوستر سندروم هيلثي في العبادات والطاعات في الدين. ليه؟ لان انا الفترة دي ماشي، عشان طبعا انا عواطلية، اول ما تجيلي بس لحظه انا مش بفرك فيها. انا عاده يعني خلاص، انا عايزه انشغل باي مشغله. هتلاقوني بفرك النهارده مثلا. اخدتها بدخلكم في تفاصيل معلش، بس اخدتها اوف شويه. عشان ايه؟ يعني على هداوه، عشان داخله على عيا، تمام. ودي حاجه كمان انا بجد بتضايق قوي منها. انا كل ما اجي مصر، اول ما اجي مصر لازم تستقبلني بدور برد. ليه؟ المهم، اتعودت على الموضوع ده. مهم، فالمهم ان ايه، في العبادات والطاعات. فانا دلوقتي عشان انا عواطليه زي ما بقول لكم، النهارده كنت فاضيه شويه. دايما بحس يا جماعه ان انا مقصره، دايما احس ان انا مقصره، وده احساس مستفز، تمام. ده احساس بجد مستفز. بس قعدت قلت لنفسي حاجه برضو: طب ما يا جنى، انتي لو حسيتي ان انتي you are doing enough في الدين، دي كارثة. يعني هو الأحسن إن حد يكون حاسس بالذنب وحاسس إن هو مقصر مع ربنا وكده، أحسن من ما يكون ويكون فعلا هو شخص بيذنب وكده، بس بيكون حاسس بالذنب. ده أحسن عند ربنا من إن واحد يكون بيعمل طاعات وعبادات، وواحد بجد متدين وكويس ويكون حاسس إن هو كويس. ما ينفعش. فهو المؤمن دايما كده، المؤمن على طول حاسس إن هو مقصر. بس دي حاجة بقى طبعا يعني it doesn't make me feel better. انا بكون اللي هو يعني طب ليه؟ طب ما انا مش عايزة الاحساس ده، فاهمين؟ اللي هو معترضة وكده. بس المهم ايه،
اهو يعني بفكر نفسي وبفكركم عادي، حسوا بالتأثير. انتوا لو مش حاسين بالتأثير بالتقصير قصدي، لو مش حاسين بالتقصير فانتوا في كارثة، انتوا في كارثة. ماشي، دي حاجة. الحاجة التانية هي ان كنت عايزة برضو نتكلم على حتة ايه، ان احنا لما نيجي نعمل طاعة معينة او طاعة جديدة، او مثلا نقول انا عايزة بقى اقرب من ربنا شوية او كده، اللي هو اتدين كده شوية، ازود، ماشي، اخد خطوة زيادة وكده، بنروح واحنا يعني دي كنت سمعتها بصراحة في بودكاست وكانت عجباني جدا الفكرة دي. الواحد بيكون رايح اللي هو ايه عشان مقابل، تمام، يعني بنروح اللي هو انا عايزه حاجه من ربنا. هي عاده الحاجات دي بتحصل والواحد في زنقه، مثلا واحد الدنيا مش ماشيه معايا فانا ايه، انا هقرب منك يا ربنا واديني بقى، اديني حاجه حلوه جميله. فدي بتبقى برضو دي مش كارثه على قد ما هي وحشه للشخص يعني. انت والابروتش غلط برضو، الابروتش غلط. يعني انت بتقرب من ربنا عشان عايز تاخد بس، فانت لما تيجي تقرب وتلاقي ان هو ان انت ما خدتش حاجة، فخلاص كده يعني انت كده خلاص هترجع عن اللي انت رحت فيه ده، الخطوة دي، فخلاص فاهمين قصدي يعني. لا ده برضو ابروتش غلط. كلنا بنعمله، انا معاكم انا كمان انا مش بره الموضوع ده، بس المهم انا قفشت نفسي ان انا عملت برضو الموضوع ده بصراحة. بس يعني حسبت نفسي بقى بصراحة، لان ده كده غلط، ده كده كخ جدا، ده حركة كارثية. ليه؟ لان الواحد بيتعرض لديسابوينتمنت، ان اوف ايه ده انا ما خدتش اي حاجة، في حين ان هو اكيد اخد بس حاجات ربنا، يعني الحاجات اللي بتيجي من عند ربنا تبقى ساتل قوي. لحظة واحدة عايزة اشرح يعني ايه ساتل، هنروح لجوجل ترانسليت. ساتل يعني حاجات كده ايه، رقيقة، هو كاتب رقيق، انا مش قصدي رقيق، يعني قصدي حاجات كده خفيفة، احنا يعني حاجات ايه رقيقة فعلا. متقن، ماهر، ماكر، حاد الذهن، لا ولا واحدة من دول. ساتل حاجة كده ايه خفيفة قوي، محتاجة يعني بتكون على هداوة، مش بتكون حاجة وحي نازل كده، لا مش بتكون كده، بتكون حاجة يعني كفاية راحة البال مثلا، او كفاية الاطمئنان، او كفاية مثلا انه انت خدت الطاعة دي، فمثلا ربنا منع عنك شر كان هيصيبك لولا ان انت يعني اخدت الطاعة دي. فاهمين قصدي يعني ايه؟ يعني ممكن يكون اتمنع عنك شر بس انت اصلا ما تعرفوش. فخليكوا دايما ايه، دي حاجة بقى، دي المسج، انه خلينا دايما احنا كلنا، ان انا معاك برضو، خلينا في يقين دايما انه لا، هو في حاجة بتيجي او حاجة بتتمنع دايما فور شور، ده لازم. بس دي مش هتتوجد الا ان احنا يبقى عندنا يقين، لان هي عمرها ما هتنزل من السما وتقولك انا جايالك عشان انت عملت الطاعة دي او عشان انت قربت من ربنا، مش هتيجي كده خالص. ماشي، دي نمبر 1. فدي بتيجي باليقين ان خلاص. تاني حاجة بقى، اصلا المفروض ان احنا نصلح الابروتش نفسه، ده غلط اصلا. الابروتش ده ايه؟ مشوه. احنا المفروض بنروح لربنا عشان احنا بنحبه. دي اوكي، I know I get it, it's hard شوية، يعني احنا بنحب ربنا وكده، بس قصدي انه it is hard ان الواحد يعملها purely من غير ما يكون متوقع حاجة. لان يعني لو هنبقى honest بجد، استغفر الله طبعا لو في اي حاجه من اللي انا بقولها دي غلط، بس لو احنا لما بنعمل اي حاجه اصلا خير للبني ادمين، حتى لو احنا فعلا بنكون بنعملها لربنا، بس لما نلاقي ان الشخص ده نكر اللي احنا عملناه، يعني بنقول يا ابن اللذينه، يعني ايه الندالة دي؟ فاهمين؟ اللي هو بنتضايق غصب عننا. فاهمين قصدي؟ ف خايفة ابتدي اعك في الكلام بجد، انا مش قصدي، انا شكلي رايحة في حتة غلط. المهم يا جماعة ان انتوا فهمتوا قصدي، ان هي لازم نعملها. يعني الواحد لما بيعمل حاجة او يقرب خطوة من ربنا، بيكون فعلا، بالذات الناس عادة لما بنقرب احنا من ربنا، مش بس الناس، انا كمان ان احنا لما بنقرب من ربنا بنكون دايما بنقرب واحنا في وقت صعب، فبنكون مستنيين الفرج على طول في لحظتها. بس دي حاجة بقى يعني المفروض نربي نفسنا عليها، وهي ان احنا بنقرب لربنا في وقت الصعوبات
مش عشان بس الفرج او ان احنا مستنيين منه حاجة، بس عشان احنا بجد بنحب ربنا، عشان احنا عارفين ان مفيش غيرك يا رب. هو اللي يعني هو اللي بجد شايف وشاهد على اللي انا بمر بيه وهو اللي فاهمني، وهو اللي هيفرجها عليا برضو، ما فيهاش مشكلة. بس ايه، ما ناخدهاش بطريقة انه لو ما حصلتش بالطريقة اللي في دماغنا دي، لو ما فرجتش بالطريقة دي، او الحاجة دي بالذات لو ما فرجتش، خلاص نو، انا هاخد الخطوة دي باك، يعني ممكن تيجي باك، هرجع ورا، لا، هتخلى عنها كده. فاهمين قصدي؟ يعني هغير رأيي قصدي. بس اتمنى انكم تكونوا فهمتوا. انا بحاول ان انا اقولها بطريقة عامة عشان يعني تلمس مع كل المواقف عامة، بس المهم انا متأكدة ان انتوا ايه فهمتوا. المهم دي حاجة. الحاجة التانية كمان اللي نستفيدها، ان احنا قلنا اول حاجة ان احنا بنعمل كده ان لازم يبقى عندنا يقين ان هي ايه، ان بيكون في حاجة بتيجي، بس مش شرط باللي احنا عايزينه. تاني حاجة ان احنا نعمل الحاجة دي عشان ربنا. تالت حاجة ان احنا نقعد ندعي ربنا، ندعي ان ايه، ان احنا او ان احنا نشوف او نفهم ماشي اللي بيحصل معانا ده مثلا، او ندعي ربنا بال ان هو يثبتنا، وان هو يعني ندعي عامة. ورابع حاجة ماشي، عشان هي ندعي، هو ده اللي انا عايزة اقوله. رابع حاجة بقى، وهي ان احنا نحاول نشوف بقى بجد، عشان في ناس بتبقى عامية، يعني هي بتكون بس مركزة اللي هو يا رب افرج همي ده الهم ده بالذات يا رب، ماشي، فبتقفل عينيها بقى لأي حاجة تانية بتيجي. يعني هو ممكن عامة لما يحصل حاجة زي كده، يعني ممكن ربنا بيستجيب بحاجات تانية كتيرة جدا، او بيكرم عبده ده، يعني عباده، او العبد اللي هو قرب منه كده بيكرمه بطريقة مختلفة تماما، مش في الاريا دي اصلا، مش في المجال ده. فايه، نفتح عينينا شوية، نطلع بره البوكس. عشان كده زي ما بقول لكم، نمبر 1 ونمبر 4 اللي هو اول رقم 1 اللي هي بتاعت لازم يبقى عندنا يقين، ورقم 4 اللي هي لازم يبقى ان احنا نبص. لازم يبقوا الاتنين موجودين. ليه؟ انا لما يكون عندي يقين هبتدي ابص outside of the box، وهبتدي الاحظ حاجات تانية، هبقى ايه كده، يعني هركز في الحاجات التانية، كده هفتح قلبي. ما تنشفوش دماغكم، ماشي. وانا بقول لنفسي طبعا المسج دي ليا انا ما تنشفوش دماغكم، بس كده. انا مخنفيه يا جماعه، والكلام بقى صعب عليا دلوقتي، البرد قاعد بيشتد يشتد يشتد. ف ربنا يشفيني ويعافيني وفتحوا عينيكم، يعني بصوا outside of the box، ماشي. كفايه كل النعم اللي انتوا فيها دي، اتكسفوا من نفسكم. وانا بقول لنفسي المسج دي ليا انا، ماشي، وليكم انتوا كمان. نتكسف من نفسنا شويه، في نعم كتيره جدا تانية، تمام، وهتفرج يعني عادي، هتفرج. اما بقى اللي انا مضايقني، عشان ايه احنا بنقعد نفضفض هنا مع بعض، فانا في كذا حاجه، انا ما فيش حاجه مضايقني الحمد لله. بصراحه دي نعمه برضو يعني من ربنا، ان انا يعني ايه الحمد لله في كده احساس اطمئنان انا خايفه منه من كتر ما انا حاسه ان انا الحمد لله، يعني انا مطمئنه وعادي، وانا متاكده ان ربنا هيفتحها عليا وهكذا. عشان زي ما قلت لكم في الحلقه اللي فاتت، ان انا في مفترق طرق وفي حاجات كده غريبه بتحصل وكده. ف at the same time الحمد لله ربنا منزل يعني على قلبي كده اطمئنان. انا بقلق منه، بقلق ان انا مطمئنه كده، بحس ان انا لازم اقلق، ماشي. يعني انا لما اكون مطمنه بقلق ان انا مطمنه، وبحس ان انا لازم اقلق عشان ايه حاجه تحصل. فاهمين؟ حد بيفهم ان حد بيحصل معاه كده يا جماعه؟ انا كان بيحصل معايا الموضوع ده في المذاكره، لما اكون مش خايفه من الامتحان بقلق ان انا ان انا مش قلقانه، او بخاف ان انا مش خايفه، فببتدي اخاف واقلق، ماشي، ان انا مش قلقانه، دي حاجه غريبه. وبعدين ابتدي اقلق بجد بقى من الامتحان، فاكون قلقانه على حاجتين، فدبل ذا ترابل. فاهمين قصدي؟ بس يا جماعه مشاعر الانسان دي حاجه غريبه جدا. المهم الحاجات دي بقى انا بجد ان حلها ان احنا نكتب فعلا، لان احيانا بتبقى فيه يعني ما يدور في المخ، ماشي، اللي بيحصل في المخ
غير تماما لما بنكتبه بقى الموضوع بيتبسط، لكن في المخ بتحصل بتبقى فيه مصيبة، اللي هو ده ايه الكارثة دي، ده في حاجات ضخمة قوي وانا في مشكلة وانا في كارثة وانا افكاري مسوحاني ومشاعري مش عارفة ايه وهكذا. اول ما نكتب بقى نلاقي الموضوع تافه جدا. فانصحكم ان انتوا تكتبوا وتجورنال. وباذن الله شكلنا مش هنعمل حلقه الجورنالينج، لان انا كل شويه اقعد اقول انا نفسي اعمل حلقه الجورنالينج اول ما البودكاست تتشهر عشان الحلقه تتسمع، ولكن شكلنا عمرنا كده ما هنعملها، يا اما هنعملها وي دونت كير بقى ان ايه انها تتشهر عادي. انتوا كفايه والله بجد، يعني كفايه الناس اللي بتسمعني بجد، ربنا يخليكم كلكم. thank you so much for your support. بجد شكرا جدا بجد. وبس thank you باي.